سلس، وبتحس انه الموضوع سهل، وبتكون متشوق انك تعرف اكتر. يعني حاجة دايما بتكون صعبة انك انت بتميل منها وبتزهج وبتحس انك ما مرتاح، لكن يعني مع الشرح بتحس بانه الشرح سهل، وبتكون انت متشوق بكرة تعرف فيه يعني حاجة جديدة، تعرف تدخل على العملي. فلما انت تشوف الكومبوننت والكيتس وازاي هيشتغل بالموبايل، وازاي انا حقدر ابرمج واخلي الحاجه تشتغل وانا اتحكم فيها، فمن خلال الشرح، من خلال اللي هو السوفت وير، فانت بتلقى انه الموضوع يعني سهل. يعني احنا اليوم اخذنا تقريبا 5 كتات او 5 اجهزه او كومبوننت من المكونات، فانا يعني عندي الرغبه انه اعرف حاجات اكثر. يعني بالنسبة لي موضوع الكي ان اكس اصلا كمجال جديد، اول مرة اتصدم فيه كمجال اوتوميشن. بالنسبة لي موضوع التوصيلات والشغل العملي ده انا بحبه جدا، وده انا لقيته في الكورس هنا الحقيقة. وشغل البرمجة ده انا بالنسبة لي برضك حاجة كويسة جدا، وكل يوم كان فيه جديد. المعلومات بالنسبة لي كانت بتبقى ظاهرة على طول، وبتوصل بطريقة يعني بطرق كتير. والله بالنسبة للكورس، الكورس جميل جدا، مشوق جدا. كان اكس ما كانش مجالي، ما كنتش بفكر فيه، بس لما لقيت العالم كله بيتحول للاوتوميشن والسمارت هومز وكده، فكرت ان انا اخد كورس كين اكس واحاول اعمل شيفت كارير. انا اصلا بشتغل لايت كارنت، بس مجال الكين اكس ومجال السمارت عموما انجذبت ليه جدا، حسيت انه مجال مشوق. مش هقول كان الموضوع بالنسبة لي أصلا بيزنس في الأساس، فأنا داخل شفت الكيتس كده في حاجات أقدر إن إحنا نصنعها تصنيع محلي هنا، التيرمينالز أو الكونكتور بتاعة الأجهزة، فلقيت إن هي ككوست أصلا بتيجي من بره سعرها غالي جدا. فلقيت ان انا اصلا مجالي في السي ان سي والتصنيع وكده، فانا حبيت ان انا اخش في الموضوع كسبير بارت، ان شاء الله نطلع حاجه كويسه ونطلعها للسوق. انا اثناء الشرح يعني بفكر في حاجات تانية مختلفة، فتح لي آفاق جديدة، يعني حاجات أنا كنت بشوفها والناس بتعملها إزاي وكده. فمن خلال الشرح ومن خلال الحاجات اللي شفتها يعني في العملي، صراحة يعني جاتني أفكار كثيرة في راسي، حاجات كثيرة. صراحة أنا شغال في مجال مختلف، ومن خلال الكورس اللي عملته ده طبعا اتشجعت عليه وزوجتي شجعتني عليه. يعني فصراحة يعني أنا حابة يعني أدخل في المجال أكثر